اهلا بيكم في فيديو جديد وملخص جديد من ملخصات سمر وعبد قادر. بيبدا فيلمنا النهارده في الهند مع مايكل ومراته ماريا وهم قاعدين، ومايكل بيحكي لها عن شغله، لكن ماريا بتفاجئه انها حامل، ومايكل بيفرح جدا بالخبر ده. بعدها مايكل وماريا بيروحوا يتمشوا على الشاطئ وبيكونوا مستمتعين جدا بالجو، ومايكل بيقترح على ماريا انهم يعيشوا في الهند على طول بدل زيارتهم ليها 3 مرات في السنه. وانا كمان بقترح عليك انك تفعل زر الجرس وتشترك معانا في القناه عشان يوصلك مننا كل جديد، وكمان تعمل لايك وكومنت وشير. فماريا بتكون مستغربه الفكره جدا، وفي الوقت ما بيكونوا بيتكلموا بتظهر طفله بتلعب بالكوره بتاعتها، فمايكل بيسال الطفله عن رايها اذا كانوا يستقروا في الهند على طول ولا لا. طبعا احنا عارفين عندنا مثل شهير اللي بيسال العيال وبيمشي وراهم ما يخلاش من ايه بالظبط كده. لكن فجاه الطفله بتتحول وبتشاور على ماريا وبتصرخ بطريقه مرعبه وعينيها بتنزل دم، وبنشوف ماريا بتصحى من النوم وبنعرف انه الحمد لله كان كابوس، وان اللحظه دي فات عليها 6 سنين كامله. بعدها بنشوف مايكل وماريا وبنتهم لوسي في بيتهم، بتكون معاهم بيكي المربيه الهنديه، وماريا بتقول له انها مش قادره تعدي الازمه دي. وبنعرف ان من فتره ماريا عملت حادثه وكان معاها عيالها الاتنين، والعربيه وقعت بيهم في الميه، وفي الوقت ده قدرت تنقذ لوسي بنتها، ولما راحت تنقذ ابنها اوليفر الناس منعوها فمات غرقان. ومايكل بيحاول يهديها وبيقول لها ان كل حاجه هتبقى كويسه، وبينزل يروح الشغل. ولما بيرجع بالليل بيكي بتقول له ان ماريا ولوسي ناموا بدري الحمد لله، ولما بيطلع يشوفهم بيلاقي ماريا اخذت علبه برشام كامله فبيجري بيها على المستشفى. وفي المستشفى بقى بيكي بتتكلم مع ماريا وبتقول لها انها حاسه بيها لان بنتها ماتت غرقانه برضه، وان عندها طريقه تخليها تتكلم بيها مع اوليفر وتودعه لاخر مره. وبتحكي لها عن معبد مهجور موجود في القريه اللي اتربت فيها، وانها لازم تروح هناك وتاخد رماد جثه اوليفر وترميه على سلالم المعبد وتقفل على نفسها جوه، وبمجرد ما الليل يجي اوليفر هيظهر وهتقدر تتكلم معاه وتودعه عن طريق باب المعبد. لكن بتطلب منها انها لما تروح المعبد واوليفر يظهر لها مهما حصل منه ومهما تحايل عليها ما تفتحش الباب ابدا. بعدها بتروح بيكي وماريا المقابر يخرجوا جثة اوليفر ويحرقوها، لكن ماريا بتشوف ناس شكلها غريب، فبيكي بتقول لها ان دول اسمهم الاجهوري، ودايما بيكونوا قريبين من مكان حرق الجثث وبيتغذوا عليها كمان عشان يقدروا يتواصلوا مع العالم الاخر. وماريا بتاخد الرماد بتاع الجثة، وبيكي بتعرفها طريق المعبد وبتقول لها انها هتوصل رسالتها لمايكل وهتهتم بلوسي لحد لما تخلص وترجع. وماريا بتوصل المعبد وبتعمل كل اللي قالت لها عليه بيكي، وبتقعد تستنى اوليفر وبتسمع اصوات وهي قاعده، فبتقوم كده تشوف ايه اللي موجود في المعبد كده وبتخاف جدا وبترجع على طول تلم حاجتها. وقبل ما بتمشي بتسمع صوت اوليفر وبتتكلم معاه وبتعتذر له انها ما عرفتش تنقذه، وبيحاول يخليها تفتح الباب لكن بتقول له انه مش مسموح لها بكده، وبعدها بيقول لها انه لازم يمشي، فبتزعل وبتقوم تفتح الباب عشان تدور عليه لكن ما بتلاقيش حد، وبتفضل تنادي عليه لكن محدش بيرد عليها. وفي الوقت ده بيظهر لها راجل شكله مرعب، فماريا بتخاف جدا وبتجري من المكان. وبعدها ماريا بتركب القطر وترجع بيتها تاني، بس مايكل بيكون زعلان منها عشان ما قالتلهوش انها مسافره، فبتقوله انها خلاص رجعت لطبيعتها. ولما لوسي بتكون قاعده تلعب في اوضتها بتسمع صوت جاي من بره، فبتقوم تشوف مين، لكن بتلاقي لعبه اوليفر اللي كانت مدفونه معاه وبتاخدها، وبعدين باب اوضه اوليفر بيفتح لوحده. وبالليل ماريا بتصحى على صوت الكلب وبتروح تطمن على لوسي، وبتحس ان في حد معاها في الاوضه لكن ما بتهتمش بالموضوع وبتروح تنام. وتاني يوم ماريا بتدور على لوسي وبتسمع صوتها وبتتكلم مع حد في أوضة أوليفر، فبتدخل وبتسألها، لكن لوسي بتقول لها إنها بتلعب وبتتكلم مع العرايس بتوعها عادي. فماريا بتطلب منها تنزل تلعب تحت لو سمحتي، وقبل ما تطلع من الأوضة صندوق اللعب بيتفتح وبتنزل منه مكعبات مترتبة بحروف كلمة أوليفر، فماريا بتستغرب وبتحاول ترمي المكعبات تاني بس الاسم ما بيطلعش، فبتخرج من الأوضة. وبعدها بتسمع لوسي بتعزف على البيانو، ولما بتدخل عندها بتلاقي لعبة أوليفر اللي كانت مدفونة معاه، فبتتخض وبتسأل لوسي جابتها منين، لكن لوسي ما بتردش وبتقول لها إنها هتوريها حاجة بس سر. وماريا تتفاجئ إن البيانو بيعزف لوحده، ولوسي بتقول لها إن أوليفر رجع تاني. وبالليل ماريا بتروح تنيم لوسي، ولوسي بتطلب منها ما تقولش لمايكل حاجة عن رجوع أوليفر، ولما بتسألها عن السبب بتقول لها عشان أوليفر مستخبي، وبتوعدها ماريا إنه هيفضل سر، وبتخرج وتسيبها تنام.
وماريا بتطلع أوضة أوليفر تحط له اللعبة بتاعته على السرير بعد ما نفضتها، وبتقول للعبة نفس الكلام اللي كانت بتقوله لأوليفر كل ليلة. ولما بتيجي تطلع من الأوضة فجأة النور بيفتح، والكتاب اللي كانت بتقرا منه لأوليفر قبل النوم بيقع على الأرض، والكرسي بيتشد ناحية السرير. فبتفهم إن أوليفر عايزها تقرا له، وبتفرح جدا لما بتحس إنه هو موجود معاها في الأوضة. وبالليل ماريا وهي نايمة بتحس بحد بيشدها، ولما بتبص بتلاقي لعبة أوليفر وبتسمع صوته وهو بيكلمها، لكن في نفس اللحظة بيظهر لها شبح شكله مرعب جدا، وبتصحى ماريا من النوم وبنعرف إنه كان كابوس. وتاني يوم في بيت ماريا بنلاقي إن كل الزرع اللي في البيت دبل، وكل سمك في البحيرة مات. ولوسي بتنادي على ماريا بتقول لها إن العصافير بتوعها ماتوا وإنها عاوزة تدفنهم في البحر، فبتوافق. ماريا بتاخد لوسي للبحر عشان يدفنوا العصافير، وفي الوقت ده بيظهر لهم كائن من الأجهوري بيحط رماد على وش ماريا، فبتخاف جدا وبتاخد لوسي وتروح. لكن في طريقهم للبيت بيكون في حادثة وبينزلوا عشان يشوفوها، فبيلاقوا واحد ميت واقع على الأرض، وفجأة بيبص ناحية ماريا فبتخاف وتاخد لوسي وتروح. وبالليل لوسي كانت بتتفرج على التلفزيون عادي، وأوليفر ظهر جنبها بمنظر مرعب. وبعدها ماريا بتاخد لوسي عشان تحميها، وبتلاقي آثار عض على كتفها، فبتسألها مين اللي عمل كده. فلوسي بتقول لها ان اوليفر هو اللي عضها وانها ما بقتش بتحبه. بعدها ماريا بتطلع اوضه اوليفر وبتتكلم معاه وبتقول له انها شافت اثار العض على كتف لوسي وانها مش هتسمح له يأذيها. فبيقع نفس الكتاب عشان تقرا له وبيظهر شبح وراها، لكن ماريا بترفض تقرا وبتيجي تخرج من الاوضه، فاوليفر بيقفل الباب عليها. فبتخاف وبتقول له انها هتقرا له بشرط ما يأذيش لوسي. وبعدها مايكل بيكلم ماريا وبيقول لها انه هيتاخر بره شويه. وماريا بتصحى بالليل على صوت عزف البيانو وبتعرف انه اوليفر، وبتلاقي اللعبة بتاعته متقطعة وبتسمع صوت خبط. فبتفتح الباب بتلاقي شخص مخيف، فبتزعق له عشان يخرج من البيت، لكن بيشاور لها على حاجة وراها. وفي اللحظة دي بتهاجمها ست شكلها مرعب جدا وبتجري وراها، وماريا بتقدر تهرب وتدخل البيت بسرعة. وبتقابلها بيكي وبتقول لها ان كل اللي بيحصل ده بسبب انها فتحت الباب لما كانت في المعبد، وان الست المرعبة اللي كانت بتجري وراها هي ملكة المعبد وجاية ترجع أوليفر تاني لعالم الأموات. وبتطلب منها تحرق كل حاجة خاصة بأوليفر، لكن ماريا بتتجاهل كلامها وبتطلع الأوضة. ولما بتطلع بتلاقي لوسي قاعدة على السرير بتعيط، فبتحاول تعرف مالها. وهي بتكلمها بتلاقي لوسي ظهرت جنبها وبتقول لها انها صحتها من النوم، وفي نفس اللحظة بتظهر لوسي على السرير بشكل مخيف. وتاني يوم مايكل بيقول لماريا انهم هيروحوا بلدهم زيارة، وماريا بترحب بالفكرة جدا. لكن فجأة لوسي بتختفي وبيقوموا يدوروا عليها، وبتظهر فجأة ملكة المعبد قدام ماريا وبتخاف جدا. وفي نفس الوقت مايكل بيكون لقى لوسي وراحوا لماريا. وفي البيت بيكي بتجمع كل حاجة أوليفر وصوره عشان تتخلص منها، لكن أوليفر بيقفل الباب عليها. وبيكي بتعرف تخرج من المكان وبتروح عشان تحرق الحاجة، بس شبح أوليفر بيظهر في صورة بنتها اللي غرقت وبيفضل ينادي عليها عشان يوقفها. وفي نفس الوقت ده بيوصل مايكل وماريا وما بيكونوش فاهمين ليه كل حاجة أوليفر بره. ولما ماريا بتقرب من البحيرة بتلاقي جثة بيكي غرقانة، وبتقرر ماريا تحرق كل حاجة أوليفر. وبعدها بتسمع صوت الكلب فبتخاف وبتطلع أوضة لوسي، بس مش بتلاقيها وبتفضل تنادي عليها لوسي لوسي. وبتطلع أوضة أوليفر بتشوفها من الشباك قاعدة بتلعب في الجنينة. وبعدها مايكل رجع وشاف حاجة أوليفر وهي بتتحرق، وماريا قالت له انه لازم يسيبها تتحرق، وحكت له ان روح اوليفر رجعت وانه قتل بيكي، لكن مايكل ما بيصدقهاش. فبتطلب منه يسأل لوسي حتى، ووقتها لوسي بتقول لها ان اوليفر ميت وانها مش فاهمه هي بتتكلم عن ايه. ولما ماريا بتبص على لوسي بتلاقي ان شكلها متغير، وبتعرف ان شبح اوليفر سكن جسمها، وبتحاول تفهم ايه اللي بيحصل، لكن مايكل بيوقفها وبيكون فاكر انها اتجننت. فبيحبسها في الأوضة وبياخد لوسي وبينزل. ولما بيفتح الباب بيلاقي ناس كتير من الأجهوري شكلهم مرعب واقفين قدام البيت، فبيسألهم عاوزين ايه، فبيشاوروا على لوسي. فبياخدها ويدخل البيت تاني وبيسيبها في المطبخ وبيروح يتصل بالشرطة عشان يلحقوه. وبعدها بيسمع صوت الكلب فبيروح يشوف فيه ايه، وبيلاقي لوسي قتلته بالسكينة. فبيسألها عن اللي حصل، لكن بتضربه هو كمان بالسكينة وبتقوله انها أوليفر مش لوسي.
وإنه كده ما فاضلش غيره هو وماريا. وبتقدر ماريا تفتح باب الأوضة وبتفضل تدور على مايكل، لكن بتسمع صوت صريخ لوسي جاي من أوضة أوليفر، ولما بتطلع بتلاقي الأجهوري بيحاولوا يتخلصوا من أوليفر، ولما بتقرب عليها بيمسكوها. وكان واحد منهم رايح يقتل لوسي لكن مايكل بيحاول يمنعه، وماريا بتستغل الوقت ده وبتقول لأوليفر يتنقل لها ويسيب لوسي، وفعلا بيروح لها وبعدها الأجهوري بيقتلوا ماريا. وفجأة بتصحى ماريا وبتلاقي نفسها في أوضة أوليفر لوحدها، وبتظهر لها ملكة المعبد وبتقرب عليها وبتمسكها، وفجأة شكلها بيتحول لمنظر مرعب. وبعدها بتفوق ماريا على صوت مايكل وهو بينادي عليها، وبتلاقي نفسها قاعدة على سلم المعبد ورماد جثتها موجود جنبها، وبتعرف ان مايكل عمل معاها زي ما هي عملت مع أوليفر. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والكومنت، ولو انت مش مشترك معانا بطلب منك انك تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد من ملخصات سمر وعبد القادر. سلام.